طبعا كلنا شايفين الرعب والتوحش اللي سيتي وصل له مع جوارديولا، والتاكتكس الغريبه بتاعته وشغل الشقاوه اللي في الملعب اللي دايما بيحسسك ان في لعيب زياده من كتر ما الراجل خانق كل لعيبه الفريق اللي ضده بيقفل كل المساحات. فبصراحه بقى كده انا حاسس ان احنا لازم نتكلم عن الرعب اللي عمله السيتي ده وطريقه ضغطهم وازاي بيطلعوا بالكوره وكل تفاصيل لعبهم، او يمكن ننحسهم شويه قبل ماتش ريال مدريد اللي جاي. فلايك وشير عشان ده فعلا بيساعد ان الحلقه توصل لناس اكتر. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان توصلك الفيديوهات الجايه. وبس اهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. دايما مع جوارديولا بنشوف حاجات جديده وغريبه ما بنبقاش فاهمين في الاول ايه فايدتها ولا الراجل ده في دماغه ايه، وبنفضل نقول الفيلسوف اهو الفيلسوف اهو لحد ما بيبان ان الراجل ده فعلا كان في دماغه حاجه حلوه، وفعلا بتبقى حاجه من الحاجات اللي فعلا بتفرق جدا معاه على مستوى الموسم كله. يعني مثلا لو رجعنا بالزمن شويه الوقت ما كان كانسيلو بيبقى موجود كباك شمال، ولما الكره تبقى مع السيتي بيخش هو نص الملعب عشان يبقى هو اللعيب نمره 6 التاني اللي جنب رودري، او يبقى فيه اتنين دبل بيفوتس يعني موجودين. وشفنا قد ايه ده كان فارق، وكان محرر لعيب زي جاندوجان ومحرر لعيب زي دي بروين، وجاندوجان بالذات اللي ساعتها كان بيطير قوي لقدام لدرجه انه ساعات كان بيبقى مهاجم تاني كمان في الفرقه. او حتى لو رجعنا لقبلها كمان لما كان بيعكس ادوار الوينجات والباكات، لما كنا بنشوف الباكات مثلا كايل ووكر وكانسيلو هم اللي بيخشوا لجوه يتحركوا في المساحه اللي بين المدافع والباك، ويسيب الوينجات سواء بقى فودن ومحرز ولا فودن وجريش ولا ايا كان مين هم يبقوا واقفين ماسكين الخط. وحاجات تانية كتيره بقى ممكن نفضل نرجع كده لحد 2009 هنلاقي ان كل سنه تقريبا جوارديولا بيعمل حاجه جديده وحاجه غريبه. السنه دي وتحديدا من بعد كاس العالم جاء علينا جوارديولا بشيء جديد. الشيء ده هو ال 3 2 5 او ال 3 2 2 3 او ال 3 2 4 1، ايا كان التركيبه اللي عايز تقولها. هي ناس كتيره بتقولها بحاجات مختلفه. هتلاقي ان ادرسون وبيلعب قدامه ثلاثه، اكانجي على اليمين ودياز واكي على الشمال، اثنين قدامهم رودري وستونز، واربعه قدامهم محرز وجاندوجان ودي بروين وجريليش، والمهاجم السفاح الهجمه اللي ما بيرحمش هالاند. تعال نبدا بقى من اول البيلد اب بتاع الفرقه دي وازاي بيطلعوا بالكوره. في الخروج بالكوره عشان الدنيا تبقى موزونه فانت عاده بتحتاج اربع لعيبه ورا. طب جوارديولا بيلعب بثلاثه لان ستونز بيلعب كنمره 6 جنب رودري. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ادرسون لان هو انسان حريف جدا بالكوره فهو بيلعب هو كلاعب الرابع، زي الصوره اللي باينه قدامك دلوقتي. هتلاقي مثلا ان ممكن هو ادرسون هو اللي يلعب ضربه المرمى للمدافع اللي جنبه اللي هو مثلا روبن دياز واقف جنبه في البوكس معاه. الاثنين دول هم اللي بيتعاملوا كاثنين مدافعين القلب، واكي مدد على الشمال واكانجي على اليمين، الاثنين واقفين وفاتحين كظهيره بالظبط اللي هو دور بتاع الظهير فعلا. ده لو الدنيا حلوه مفيش حد بيضغط عليهم، اللي هو الراجل بيطلع بالكوره بمزاجه ومرتاح. طب لو بيلعب ضد فرقه بتضغط عليه زي ارسنال مثلا، وارسنال تحديدا عشان الماتش ده كان فيه لقطه مهمه جدا لما بعد الجون الاول بتاع السيتي جوارديولا راح نده لادرسون على طول وقعد يديله تعليمات ويقعد يزعق له وحاجات كتيره كده، لان في ماتش ارسنال السيتي بيلاعب فريق بيضغط عليه، فالسيتي كان بيعتمد على اللعيب الزياده اللي بيسقط من نص الملعب. اللعيب ده ممكن يبقى جندوجان او رودري عشان يجي هو ياخد العين والضغط بتاع اللعيبه اللي بتاعت ارسنال اللي بتضغط، ويسيب ساعتها الاثنين مدافعين واقفين فاضيين كل واحد فيهم فاتح في ناحيه، وهو اللي موجود في النص هو اللي ياخد الضغط. تعال نشوف كده مثال كان منزله الصحفي سام لي بعد الماتش، كان بيتكلم عن تفاصيل الحوار اللي حصل بينه وبين ادرسون. في الصوره الاولى هنا ارسنال ضاغط وادرسون بصاها لرودري اللي وداها من لمسه واحده على طول لستونز اللي خلاص مفيش عليه ضغط، لان ساعتها كان كل التركيز على اللعيب نمره 6 اللي هو رودري اللي زي ما بقول لك هو بينزل لتحت عشان هو ياخد العين وياخد الضغط. فستونز فاضي ومعاه وقت وبيطلع بالكوره عادي جدا لان خلاص كل التركيز كان على رودري. مثال تاني مثلا هنا ادرسون راح مبصيها لجاندوجان لان هو اللي نزل المره دي فخد برده كل التركيز معاه، لان نزوله ده وهو مدي ظهره الملعب وهو من الاوضاع اللي بتعتبر حاجه كده اسمها بتستفز الضغط. ده مقصود ان هو يحصل عشان على طول يخلي اللعيبه كلها تجري عليه ويتجمعوا عليه. فعلى طول اتلعبت له المره دي راح لعبها الناحيه الثانيه لروبن دياز اللي برده فاضي وبرده عنده وقت يطلع بالكوره براحته. المشكله بقى اللي كانت حصلت اللي خلت جوارديولا يقعد يزعق لادرسون ويديله تعليمات تقريبا نص دقيقه كامله هي اللي باينه قدامك دي. ادرسون هنا ما كانش ماشي على الاتفاق، راح لعبها على طول هو لستونز من غير ما يبقى في حلقه الوصل اللي في النص اللي هو اللعيب اللي بينزل من نص الملعب سواء جاندوجان او رودري. كل الضغط ساعتها راح على ستونز، ما قدرش ان هو يطلع بالكره براحته فاضطر ان هو يلعب الطويله، رغم انها طبعا في الاخر خلصت بجون عشان وجود واحد زي هالاند. هو كلام عكس السيستم بس هالاند صلح لك المشكله، لعب الطويله هالاند طلع نزلها وخلصت بجون في الاخر، لكن عشان عكس السيستم ده ما عجبش جوارديولا خالص. فعشان كده ساعتها قرر ان هو ينده ادرسون ويقول له لا مش ده اللي احنا متفقين عليه، ده مش الطريقه اللي نطلع بيها، وبدا ان هو ينبهه للموضوع ده ويشرح له الطريقه تاني من الاول. ووجود هالاند في الفرقه بالشكل ده فعلا فاتح اوبشن جديد مهم جدا. لو كل الكلام اللي قبل ده باظ وكل طرق الخروج بالكوره على الارض باظت فبكل سهوله هتعلق كوره هيطلع لك هالاند يطلع ينزلها. وفعلا هالاند اتطور جدا من بدايه الموسم لحد دلوقتي. كان في ناس بتقعد تقول لك هالاند بيجيب اجوان بس، ودي حاجه ما تعبوش عامه، بس فكره هالاند بيجيب اجوان بس بالكوره مش حلو لما بيسقط تحت مش عارف يعمل ايه، لا ده اتغير. هالاند دلوقتي هو عارف لما بيسقط بيعرف يتعامل بالكوره، يعرف يعمل لينك مع دي بروين زي ما كان موجود في ماتش ارسنال، الاثنين
كانوا حافظين بعض جدا وبيلعبوا على المغمض، وكان عارف ان هو يربط معاه وده اللي يجري وده اللي يتحرك. فلا هالاند فعلا فرق. استخدام ستونز بقى في الحته دي كديفندر روش جدا بصراحه، وده لكذا سبب. هي مش حاجه جديده، وجوارديولا عملها قبل كده مع كانسيلو، بس كانسيلو كان واخده من الباك لان هو يلعب كديفندر وقت ما الكوره تبقى مع السيتي، لكن لما الكوره كانت بتتقطع كان بيضطر كانسيلو ان هو ينقل مكانه على طول ويروح تاني على الطرف بتاعه اللي هو ناحيه الشمال مثلا. فلو الفريق اللي قدامك بيلعب كوره سريعه كان ممكن ده يؤدي ان انت توصل لوقت من الاوقات ان كانسيلو بيتعامل في موقف وهو اوت اوف بوزيشن، مش بيلعب في مركزه ومش مرتاح. بجانب ان حتى كمان كانسيلو ضعيف دفاعيا، ده البروفايل بتاعه، هو باك بيحب يهاجم، باك هجومي. لكن دلوقتي ستونز هو قريب جدا من المركز اللي هو متعود عليه، طلع بس كام خطوه لقدام شويه، ادوار مختلفه لكن عارف يتعامل معاها، بيقلل فرصه ان هو يبقى اوت اوف بوزيشن، عارف يتصرف. ومع وجود اتنين زي اكي واكانجي اللي بيعرفوا يدوك في حته الفول باك ويعرف يديك كمدافع في القلب، فده كمان مدي صلابه دفاعيه زياده جدا للسيتي. انت عندك الاربعه اللي ورا تقال جدا دفاعيا، الاربعه اللي ورا اصلا بيلعبوا مدافعين، وده اللي ما كانش موجود قبل كده لو كان بكانسيلو زي ما كنت بقول لك، لان فكره ان هو هجومي بقى والكلام ده. نرجع بقى لموضوع ادرسون كحارس مرمى وبيقلب للاعب رابع في الخط الدفاعي والكلام ده كله. الصوره اللي قدامك دلوقتي الموضوع دايما بيخلي عندك لعيب فاضي، الفكره بس انت تعرف ازاي توصل له، بس هو دايما موجود. في اللقطه اللي قدامك مثلا اللي هو المثال اللي احنا بنتكلم عنه هو اكانجي، بباصتين بالكتير تقدر انت توصل له، وساعتها هتبقى عديت الخط الاول بتاع الضغط بتاع الفريق قدامك، وممكن يبقى الخط الثاني كمان. الكلام ده لو ضربه مرمى. تعال نشوف بقى لو مش ضربه مرمى ايه اللي بيحصل. ساعتها ستونز هو اللي يسقط لتحت مع دياز زي ما باين قدامك كده في الصوره، فبرضه بقى عندك الاربعه اللي ورا نفس الفكره لما تضغط على اثنين قلوب الدفاع بدل واحد، مع وجود رودري اللي هو لعيب 6، عاده اهم واحد في عمليه الخروج بالكره هو لعيب نمره 6. فساعتها بديهي ان هيفتح لك طرف فاضي لان في فول باك متساب او ظهير يعني، فانت برضو كل الهدف بتاعك توصل له الكوره. هتقول لي طب ممكن اللعيب اللي عند جندوجان ده يروح له، هقول لك تمام كده جندوجان بقى فاضي، فمش مشكله، بدل ما تطلع على الظهير انت تطلع في العمق. والحلو في لعيبه السيتي ان هي دايما بتخلي الفريق اللي قدامهم وهو بيضغط عمال يسال نفسه اسئله، طب اروح على ده ولا اروح على ده، فده اللي بيخلق اللخبطه اللي بيعرفوا يطلعوا بيها بالكوره. طب تعال نقول ان كل ده فشل، الفريق اللي ضد جوارديولا والسيتي عرف ان هو يقفل الخيارات اللي احنا قلناها دي كلها وضايقه فعلا. الصوره اللي قدامك دلوقتي دي هتلاقي ان الاربعه اللي ورا مقفول عليهم، صعب هم اللي يطلعوا بالكوره، اخرهم يعملوا باص على الخط لواحد من الاجنحه، والوضع ده ساعتها ممكن يبقى سهل شويه للفريق المنافس لانه هيبقى عنده امل يزنق اللعيب بتاع السيتي بينه وبين الخط. لكن لا، جريليش هو هو واحد من اكتر اللعيبه اللي فعلا اندر ريتد الموسم ده في مانشستر، الواد فعلا مؤثر جدا، هو اللي هينزل ويستلم الكره من اكي وهيلف يخش في العمق في المساحه اللي سابها له دي بروين لما قرر ان هو يبعد ويروح الناحيه الثانيه عشان ياخد واحد من لعيبه الخصم معاه. ساعتها هيبقى الخلاصه ان السيتي قدر ان هو يكسر برده خطين من خط الضغط بتاع المنافس، وده باستخدام ايه؟ باستخدام ان انت عندك جناح بيعرف ان هو يستلم الكوره ويعرف ان هو يحجز عليها، يعرف يكسب وقت بيها، ولو اضطر ان هو يخش العمق فهو بيعرف يرقص وبيعرف يعدي وبيعرف يحافظ على الكوره. ولو عكسنا الصوره فبرده عندك برناردو على الناحيه الثانيه بيعرف ان هو يعمل الكلام ده، وده بيحتاج اتنين اجنحه يبقوا اذكياء جدا تكتيكيا، يعرفوا امتى يسقطوا يستلموا وازاي امتى يخشوا العمق وازاي يحافظوا على الكوره، واقوياء جدا بدنيا. عشان كده مثلا في الماتشات اللي تلاقي فرق بتضغط على السيتي زي بايرن زي ارسنال هتلاقي ان جوارديولا بيبدا ببرناردو ناحيه اليمين مش محرز، لان دي مش الحته بتاعت محرز شويه، محرز محتاج الفريق اللي بيتكتل قدامك فيبدا ان هو يفك بقى بمهارته والحلول الفرديه وبتاع، لكن وجود برناردو بيديك ميزه الذكاء التكتيكي، برناردو انسان واعي قوي يا جدعان وذكي قوي. طب تمام، عملنا البيلد اب وطلعنا بالكوره، عايزين نهاجم بقى ونجيب اجوان. هقول لك السيتي بيعرف ان هو يعمل زياده عدديه هجوميه رايقه قوي، لان زي ما قلت لك جندوجان ودي بروين متامنين قوي ومرتاحين قوي فبيزيدوا براحتهم، فتلاقي ان السيتي بيهاجم ب5 لعيبه، ومع استخدام 2 اجنحه بيلعبوا برجلهم العكسيه، يعني جليش ناحيه الشمال وبيلعب برجله اليمين، والناحيه الثانيه ناحيه اليمين سواء برناردو او محرز، فالاثنين بيلعبوا برجلهم الشمال. مع زياده دي بروين في اللقطه اللي باينه قدامك دي دلوقتي هتلاقي ان سيلفا مثلا عنده كذا اوبشن، عنده مثلا الاوبشن الاول ان هو يلعبها لدي بروين اللي هيلعبها بالعرض لهالاند، وشفنا الجون ده بيتكرر كتير قوي على مدار الموسم، او حتى محرز او برناردو يقدر ساعتها انه ياخد الكوره ويقطم لجوه ويشوط او يبدا يلعب تاني، ايا كان اللي هيعمله يعني، بس عنده وقته على الكوره. ونفس الكلام ده بالظبط بشكل سيمتري بيحصل الناحيه الثانيه، زي ما في لينك اب بيحصل ما بين دي بروين وبين محرز او سيلفا، فالناحيه الثانيه بيحصل ما بين جريليش وجاندوجان. وحتى تدوير الكوره سهل ان انت بتلعب باثنين دبل بيفوتس او اثنين نمره 6 رودري وجنبه ستونز، زي اللقطه اللي باينه قدامك دلوقتي هتلاقي ان مثلا ممكن عادي جدا سيلفا يرجع الكوره لستونز اللي ممكن يوديها بعدها لرودري ومنه لجاندوجان وتوصل الناحيه الثانيه لجريليش، ونبقى احنا بننقل الكوره على الملعب كله. فكره تدوير الكوره لحد ما افتح المساحه اللي انا عايز العب عليها، ودايما هتلاقي لعيبه سيتي قريبين من بعض قوي، الفريق بيتحرك ككتله واحده عشان يقلل المساحات اللي بين الخطوط بتاعته. تعالى بقى نشوف ضغط السيتي بيحصل ازاي، لان ده اهم حاجه. احنا دايما بنلاحظ ان السيتي بياخد الكوره بسرعه قوي، يعني الفريق ضده بيقطع الكوره مفيش اقل من 30 40 ثانيه وبتتاخد منه على طول، اللي قاعد حتى بيتفرج ما يلحقش يلقط افكار الفريق ضد السيتي كانت ايه ان هو يخرج بالكوره، وحبيبي ما بيلحقش يخرج اصلا بالكوره. شكل السيتي في الضغط بقى بيتحول ل 4-2-4 زي اللقطه اللي باينه قدامك دلوقتي، هتلاقي ستونز بيرجع تاني بقى لمكانه الطبيعي كقلب دفاع، بيبقوا دول الاربعه اللي ورا وفي 2 في النص اللي هم جاندوجان ورودري،
والاربعه اللي قدام بيبقوا على خط واحد، هالاند ودي بروين وجريليش وسيلفا، او ممكن جريليش وسيلفا ساعات يتاخروا سيكا على حسب الوضع بتاع الفريق اللي قدام السيتي عامل ازاي، واذا كان زي الباكين ولا لا ولا مأخرهم، فساعتها ده اللي بيختلف. وطبعا هتلاقي كل لعيبه السيتي بتزق لقدام عشان يقللوا المساحات بين الخطوط بتاعتهم، عشان يقلل المساحات اللي ممكن الفريق ضدك يقرر ان هو يلعب عليها. في الصوره اللي باينه قدامك دي مثلا جريليش هو اول واحد بيضغط، ولما تركز مع السيتي مؤخرا فدايما اللي بيبدا عمليه الضغط هو واحد من الاجنحه عشان يقفل الباص بتاع اللي بيتلعب على الظهير، لان ده دايما بيزك الخروج بالكوره، يعني الف ب اخرج على الطرف على طول. فده اللي بيحصل على طول، جريليش يروح يضغط عشان يقفل الحته دي. هتلاقي هالاند راح برده عشان يقفل الباص اللي ممكن تتلعب للعيب نمره 6 ويبقى واقف ما بينه وما بين الزاويه بتاعه التمرير، واقف برده عشان يقفل على المدافع الاول اللي واقف قدامه قلب الدفاع. هتلاقي ساعتها كمان جندوجان قافل اي باص ممكن تتلعب بشكل طول الواحد من اللعيبه اللي قدام. وهتلاقي جريليش زائق براحته قوي كده لان بيلعب وراه اكي فعلا السنه دي لعيب ذكي جدا ومن احسن المدافعين في العالم بصراحه. اكي مركز قوي وعارف ان هو يبدا يقرب شويه عشان لو الكره اتلعبت من فوق جريليش مثلا للظهير يقدر ان هو يروح على طول يخنق عليه. تعال ناخد كوره كده كامله لبايرن كمثال ونمشي عليها. هنا هو باين الشكل الاساسي، الاربعه اللي قدام كل واحد قافل زاويه التمرير معينه وكل واحد جاهز للعيب اللي يضغط عليه. هتلاقي سومر بصاها لاوباميكانو فعلى طول جريليش راح له قفل له فكره ان هو يلعب ليفاردي خلاص زي ما اتكلمنا من شويه. لو اوباميكانو قرر ان هو يبصيها لديليخت فساعتها هيحصل نفس الكلام، برناردو هو اللي هيطلع عليه، فاوباميكانو راح مرجعها لسومر كحل تاني عشان عارف ان هو زي ما قلت لك لو لعب مش هيوصل اي حاجه. فلما رجع لسومر ما لقاش حل قدامه غير انه يلعب كوره طويله خلصت بالشكل ده قدام اكي وهو اللي سابق ورايح على الكوره وهجمه ميته. المشكله بقى اللي بتبان عند سيتي شويه بطريقه الضغط دي ان في لعيب بيبقى فاضي في الملعب، الوصول ليه صعب شويه بس هو فاضي، لو فرقه ذكيه تقدر انها توصل له. اللعيب ده مثلا في الصوره اللي باينه قدامك دلوقتي هو جمال موسيالا، اللعيب اللي هو النمره 10. وزي ما انت شايف في الصوره دي انا مبين لك كل التفاصيل اللي قلت لك عليها. هتلاقي اللعيبه اللي زي ما اتكلمنا كل مين بيروح يضغط على ايه، زوايا التمرير مقفوله. هتلاقي جمال موسيالا اللعيب نمره 10 متساب فاضي. فلو قدام فرقه مركزه وقاريه شويه بشويه بساط ذكيه مثلا لواحد زي جوريتسكا اللي هو يقدر ساعتها مثلا يرجع تاني لحد فيوصلها لموسيالا، او لو هو قاري شويه يقدر يسرق رودري ويطلع بيه، يعني ممكن يحصل اي حاجه توصلك لجمال موسيالا اللي ساعتها لو خد الكوره هيبقى رايح 4 على 4، ساعتها دي ممكن تعمل مشكله على السيتي. فده يوصلنا في الاخر ان اللعيب الذكي اللي هيبقى موجود قدام الفرقه بتاعت ضد السيتي اللي بيتحرك بين الخطوط هو المفتاح الاساسي ان انت تخرج من ضغط السيتي. لو عايزها كمثال ارجع لماتش ارسنال هتلاقي ان ده ما كانش موجود، كان جابريال جيسوس مثلا ممكن يعمل كده ما كانش بيحصل، اوديجارد كان ممكن يعمل كده ده ما كانش بيحصل، عشان كده ارسنال كان بيعاني. فبس كده الحلقه ممكن تكون دسمه شويه، لو عايز تفاصيل اكتر مهتم تقرا اكتر اسيب لك شويه لينكات تحت في الديسكربشن ممكن تروح تبص عليها عشان تعرف اكتر وتقدر اكتر الرعب اللي جوارديولا عامله. وبس اتمنى الحلقه تكون عجبتك، ما تنساش اللايك والشير وما تنساش تعمل سبسكرايب، وبس كده سلام.